ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بشرتك دهنية وبتلمع على طول وبيظهر لك فيها حبوب او رؤوس سودا، يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك على كل حاجة تخص البشرة الدهنية، من اول الوصفات الطبيعية لحد العلاجات والغسول اللي تحتاجيه، كل ده في فيديو واحد بس، والنصايح اللي هتفرق مع بشرتك فعلا. يلا بينا نبدأ الفيديو، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة، ازاي تعرفي ان بشرتك دهنية؟ بتكون دايما بتلمع، خصوصا عند المنطقة اللي في الجبهة والأنف والدقن، ومسامها واضحة وكبيرة، وبتطلع حبوب بمنتهى السهولة، وبتحسي ان الميك اب مش بيثبت وبيسيح من عليها على طول. دلوقتي هقولك على خطوات وازاي تتعاملي مع البشرة الدهنية، وكمان تتجنبي الأخطاء عشان تفضل على طول صحية وكويسة. أول خطوة معانا التنظيف. لازم غسول خاص بالبشرة الدهنية، ويكون فيه مكون زي حمض الساليسيليك أو الشاي الأخضر، واغسلي وشك مرتين في اليوم، بلاش أكتر من كده عشان البشرة ما تنشفش. في غسول مناسب جدا للبشرة، أنا هقولك على كذا غسول تستخدميهم للبشرة الدهنية كويسين جدا. زي ده غسول لاروش، من أفضل الغسولات للبشرة الدهنية والمعرضة للحبوب، وبينضفها كويس جدا من غير ما ينشف البشرة. تاني غسول معانا غسول سيرافي، بيشيل الدهون الزيادة وبيحافظ على ترطيب البشرة. تالت غسول معانا نيتروجينا، فيه ساليسيليك أسيد، بيساعد على علاج الحبوب وبينظف المسام بعمق. رابع غسول معانا هو فيتشي، بيقلل لمعة البشرة وبيعالج الحبوب، وكويس جدا للبشرة الدهنية، وبينظف المسام بعمق. كل ده عشان فيه فيتامين الزنك. ابعدي عن اي غسولات فيها زيوت او عطور، وحاولي تختاري الغسول اللي فيه ساليسيليك اسيد او زنك عشان ينظم افرازات الدهون. واستخدمي غسول مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم. في ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية زي الماسك الطين الأخضر. الطين الأخضر بتجيبيه من عند العطار، زي البودرة كده وبتبقى خضرة، دي حلوة جدا للبشرة الدهنية، بتمتص الدهون وبتقلل الحبوب. اخلطي معلقة من الطين الأخضر مع شوية مية ورد وزيت شجرة الشاي. الماسك ده حلو جدا للبشرة الدهنية. تاني ماسك معانا ماسك الزبادي والعسل، بيهدي البشرة، بيفتح المسام. معلقة زبادي ومعلقة عسل، تخلطيهم على بعض وتسيبيهم على وشك لمدة ربع ساعة، بينظف المسام وكمان بيرطب ويفتح. كل ده في ماسك واحد بس. الخطوة الأهم الترطيب. ناس كتير بتفتكر ان البشرة الدهنية مش محتاجة ترطيب، ده غلط كبير. استخدمي مرطب خفيف زي جل الصبار، مناسب جدا للبشرة الدهنية. الواقي الشمس ضروري جدا، لان الشمس ممكن تزود الافرازات الدهنية، اختاري واقي شمس خفيف. العلاجات الطبية، لو الحبوب كتيرة ومؤلمة ممكن تروحي لطبيب جلدية، ممكن يكتبلك على جل أو كريم مناسب حالتك. وفي حالات بيحتاجوا جلسات زي الديرمابين وعلاج آثار الحبوب، وجلسات تنظيف البشرة بعمق، وفي جلسات تانية التقشير الكيميائي والبلازما. حاجات لازم تتجنبيها: ما تناميش بالميك اب، ما تلمسيش وشك كتير، استخدمي منتجات تكون مناسبة لنوع بشرتك، ما تحفريش في اي حباية بايدك، ممكن تسبب اثار وبقع. نصيحة ليكي: غيري كيس المخدة كل اسبوع، واشربي مية كتير، وكلي اكل ما يأثرش على بشرتك، وقللي الدهون والسكريات، وحاولي تدخلي في اكلك زي الزنك وفيتامين A و E عشان يبان الفرق على بشرتك. بشرتك مش مشكلة، بس هي محتاجة اهتمام، وده حقك على نفسك. خلي العناية جزء من روتينك، وشوفي الفرق بنفسك، بشرتك هتبقى حلوة ازاي.
بس كده، يا رب يكون الفيديو فادك، ولو عندك اي سؤال اكتبيلي في الكومنت وانا هرد عليكي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.